حضراتكم مرة تانية. كان في فاصل لمدة 80,000 دقيقة. في هذا الفاصل 80,000 موضوع. 80,000 موضوع. اتكلمنا في 80,000 موضوع. قام الأستاذ شوقي جات له مكالمة تليفونية أمدوه بالعديد من المعلومات، فلديه معلومات جديدة فيما يتعلق بما أثاره السيد الفاضل العضو المحترم الأستاذ أحمد عبد الباسط. فتفضل يا أستاذ شوقي. ده لازم نقول ان معلومة عبد الباسط صح 100% عشان ربنا يكرمنا والحلقة ما تولعش بينا. دي بسم الله الرحمن الرحيم الأول يعني. ماشي. عشان هو عارف يعني طلع معلومته صح طبعا. طه عزت استقال هو ولغايه دلوقتي بس بتيجي الخطابات مجرد بس عشان هو على الورق بس، اللي هو خليك معانا كده جدعانه وخليك في ظهرنا بدل ما لسه نجيب حد جديد ونقعد نقرف في بعض بقى ونمشي بقى ونعدل في ماتشات. فخلينا نكمل الخطابات باسمك انت. لكن اللي بيدير برضو من الاسماء اللي بتدير اللي كانت قالت استاذ عمرو حجازي، من الاسماء اللي بتدير في الرابطه والمباريات. المعلومه جات لي من احد في اسم تاني ما شاء الله خالد معلومات. هو قال كمل بس كمل. ده الجزء الخاص بيه. يمكن المعلومه اللي جات لي حتى على فكره من اكتر من نادي ومش من ضمنهم نادي الزمالك، ان الخطابات بتجي لهم طه عزت ما بيحصلش اتصالات ما بينه وبين الانديه، وكل الامور اللي بيقوم بيها هي الاسماء اللي قالها. ايوه لما انت جات لك المعلومه دي، ولما هي دلوقتي بدات الناس تفتح بقى وتقول ايش يا جماعه الحق في معلومه المعلومه دي ليه لم تعلن للناس للبني ادمين؟ انا والله العظيم ما اعرفها. عبد الباسط ما كانش بيطلع. عبد الباسط ما كانش بيطلع. عبد الباسط لا ما حدش عايز يقول. لا يعني ليه الرابطه ما طلعتش اعلنت الاستقاله؟ لان الرابطه عايزه، ما هي لو كانت عايزه وتعلن ما كانت خلاص مشيته من بدري. وانا همشيه ليه؟ ما هو بالنسبه لهم الدنيا ماشيه زي ما هم عايزين والدنيا ماشيه تمام، وانت عملت لنا الجدول من الاول. فانت دلوقتي الامور اللي بيحصل فيها تغييرات قليله، فخليك في ظهرنا ونزق مع بعض الدنيا لحد ما نكمل السنه ونبقى نشوف هنعمل ايه السنه الجايه. بص عندك استاذ عمرو حجازي شوقي مقرر الرابطه، فهو بعت لك على نادي الزمالك الفاكس الميل زي ما بتتعاملوا، بس حته حط المباريات وشيلها والكلام ده. هو طه عزت مع الناس اللي انا ذكرت اسمائهم مش مسؤول يا خالد عن الجداول والقرارات والحاجات دي تماما، وهو كمان يعني بيبقوا معاه جدعان شويه وبياخد مراقبه ماتشات. ما شاء الله. عندك حاجه عايز تقولها؟ لا انا مش عايز اقول حاجه في الكلام ده. واضح ان المسابقات في مصر لا حول ولا قوه يعني. مدير فنيا زي ما المعلومه ما جت لشوقي؟ لا ما عنديش معلومه الصراحه لغايه دلوقتي. هو حتى الان هو الاقرب، ان هو حتى الان الاقرب. حتى هذه اللحظه لم يتم الاستقرار بشكل نهائي، ولكن اتصالات مستمره. وعمرو كان قال ان في جلسات. حتى هذه اللحظه الاقرب هو كابتن طارق مصطفى. من بعيد بدا يظهر اسم كابتن مؤمن سليمان، ولكن حتى هذه اللحظه الاقرب هو كابتن طارق مصطفى، وان يبقى معاه كابتن امير عبد العزيز وكابتن عصام عبده اللي هم دايما بيشتغل بيهم، وانه الجزء الاجانب اللي هم مكملين مدرب الحراس ومخطط الاحمال يبقوا مكملين، لان هم موجودين من بدري، من حتى قبل تعيين كابتن احمد عبد الرؤوف. انا عايز اتكلم في رايي وفي معلومه في حامد حمدان. في رايي في موضوع الجهاز الفني انا لسه مصر على رايي. ازمه نادي الزمالك مش ازمه مدير فني. خالد سليمان، خالد جلال، مؤمن سليمان، طارق مصطفى، احمد عبد الرؤوف، مع احترامي ليهم كلهم، دي مش ازمه نادي الزمالك. أيوة. ازمه نادي الزمالك والله بقت رفاهيه. تخيل والله العظيم يعني اسم المدير الفني اللي هو اصلا انت عمرك ما هتلعب من غير مدرب، دي بقت رفاهيه. يا جماعه الموضوع مش كده. حد يمرن. الناس احنا وصلنا للدرجه دي. لازم حد يعني حاله نادي الزمالك بجد. يعني وزاره الشباب والرياضه، كل الجهات المعنيه، كل الجهات المسؤوله. نادي الزمالك ناشد مره وناشد اتنين. مجلس الاداره ده مسؤول ان هو يحل، مسؤول ان هو يوجد حلول، ولا اما هو مش قادر يوجد حلول ما يبقاش موجود. طيب حامد حمدان انا كنت بس حضرتك وانت بتسال خالد قلت معلومه في نص السياق كده يعني ايه بس خالد ما عقبش عليها. ايه هي؟ حامد حمدان ضمن احد الاسباب اللي الاداره الرياضيه في نادي الزمالك كان عندها موقف زي ما تقول متحفز شويه. ايه هو؟ ان كل الوعود تبخرت في ملفات كثيره. ايه هو؟ ان حامد حمدان لحد 29 اللي هو امبارح لحد ليله امس كان على اتفاق مع المدير الرياضي لنادي الزمالك انه مش هيتحرك ولا يخطو اي خطوه تجاه اي عرض اخر انتظارا لعرض الزمالك. يا عم انا انا لم كان ايه نفس الوعد الناس النادي الاهلي. ثانيه واحده بس يا خالد، من فضلك انا مش هطعن في معلومتك. اكمل يا راجل. احنا بنتكلم في المدرب انه رفاهيه. لسه بتناشد الوزاره. انا اكلمك بس فيها. فاحد المحبين لنادي الزمالك وعد ان رغم الازمه الماليه اللي فيها نادي الزمالك يتحمل الصفقه بالكامل، سواء منحه التوقيع للاعب، سواء ما يطلبه نادي بتروجيت من اموال، كان يتحمل قيمه الصفقه بالكامل. احد رجال الاعمال المحبين ثم فجأة كده تبخر. مين اللي تبخر؟ نفس الرجل اللي عمل لعبد الباسط كده. يعني مش حامد حمدان يعني. لا انا بقول له حامد اللي اتبخر ولا الرجل اللي عمل الوعد بان هو اللي هيدفع. فهكذا اصبحت الامور داخل نادي الزمالك، يعني ان وعود من محبين
انت بتتوقف عليها في موضوع تسيير الاعمال. فده ولا يرضي عدو ولا يرضي حبيب. عندك دقيقتين عايز اسمعك. ليك تعليق على حاجه في القصه اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ قصه الزمالك ولا محمد حمدان؟ قصه الملف اللي عمرو بيتكلم فيه. طيب انا كان عندي نقطه عايز اتكلم فيها اثار عمرو. والله بتجرد، مش قصه اهلي وزمالك اطلاقا، ولكن دي رؤيه من بعيد. لا، انا بشوف البيان اللي صدر امبارح هو بيعظم حجم الازمه مش بيحلها. ليه بقى؟ ليه؟ لان انا حسيت ان في طرف بيحاسب كل الاطراف، محدش بيحاسب، وكانه هو الطرف اللي في المنظومه وفي القصه مش مسؤول عن حاجه. طيب الف ب ان انا ابدا اشتغل سبورت دايركتور، لما اجي اشتغل انا ما بشتغلش على ميزانيه افتراضيه، انا بشتغل على ارقام سوليد تحت ايدي، ماشي، وابدا احرك الشغل بتاعي على اساسها. يعني لو معايا 300 مليون حقيقيين فعليين موجودين هشتغل على اساسهم. ماشي. مش كان في راجل اعمال قايل هيدفع 400 ودفع 200، مش كان في محبين قالوا لي هنديك فلوس لا، ده جزء بالنسبه لي مختلف جدا. ولكن الاهم فكره ان انا اجي اودي جمهور الزمالك لحته ان القصه ان انا كنت عندي طموحات ماليه ما اتحققتش. بس انا كان عندي خوان بزيرة لاعب أدى، بس عندي شيكو بنزا، عندي أحمد ربيع، عندي أحمد شريف، عندي معالي، عندي آدم كايد، عندي عدي الدباغ، عندي لاعب كيني جاء اتقال إن هو هيبقى ظاهرة، عندي 8-9 لاعبين. أنا بشوف إن ممكن إسماعيل وممكن بزيرة هم اللي قالوا. هو المجلس ما عملش معاك كده، وجهاد ما طلعش. المجلس ما طلعش عمل ده، ما دخلش معاك الديبيت او الكروس فاير ده على الملأ. فانا بشوف ان انا شفت البيان اكتر ان محاوله ان جون ادوارد بيغسل ايده من الموضوع. طيب حضرتك عايز تقول تعليق؟ عندي بس تعليق يتعلق بمساله الاداره الرياضيه، يعني او الاداره حتى اصل الاداره يا جماعه شيء واحد في اي مكان في العالم، هي بتختلف بس ايه، انه هنا اداره رياضيه، اداره سياسيه، اداره اقتصاديه، اداره بنك زي اداره شركه طيران، زي المهم يكون في وعي بالاداره. فانا لما قريت البيان بتاع جون ادوارد امبارح، مفيش حاجه اسمها اني ابني خطط على وعود. انت بتبني خطط على ما هو قائم اوريدي، اللي في ايدك عشان تقدر تحدد او تعمل استراتيجيه. عشان كلام الاستاذ عمرو دلوقتي تقريبا المساله بقت اتيتيود في الاداره في الزمالك، اللي هو ايه، ان انا هدخل اجيب اللاعب، الراجل المحب او راجل اعمال او كذا، هدفع عشان اجيب اللاعب ده عشان ما يروحش الاهلي او عشان هيفيد الزمالك. طب والناس اللي بتمشي ده، في ناس بتمشي وانت جايبها بارقام، وجايبها بارقام هتاخدها وعماله تاخد في احكام وهتاخدها، يعني انت لا استفدت منه وعمال تدفع له فلوس ومش قادر تجيب غيره. وبالتالي القصه كلها بقت يعني سوري يعني عفوا يعني جدا يعني لا، سوء اداره رياضيه بشكل بشع يعني. الله يكون في عونك يا عمرو انت والاستاذ احمد شوقي. الله يخليك، بس انا عندي تعليق في نقطتين. اولا ايه رايك نروح الفاصل ترجع علق؟ لا اسرع من يعلق كده. في الفاصل. الاداره ده لم تبني، ما بنتش خطتها على وعود، لان كان في حساب كل الناس عارفه بشكل رسمي انه اتجمد، فكان في اموال مبني عليها خطه جمدت. الناس كلها عارفه الازمه اللي فيها نادي الزمالك من وقت سحب الارض، فالنادي من وقت سحب الارض وهو المنحنى بتاعه بينزل، فبقى مضطر لحلول زي ما الاهلي بيجي في بعض الامور وبعض المنظمين بيدعموه. هذه الفكره وصلت. اروح لفاصل بقى عشان خاطر انا يعني بيدم في ودني. يلا باشا.